في ليلة تكريم زهرة من زهور شباب هذا البلد الطيب أهله، وفي ليلة تكريم فقيد الشباب وشهيد لقمة العيش، ما بين عشية وضحاها مصداقا لقول القائل: يا ابن آدم دع المقادير وتجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله الدنيا من حال إلى حال. راحلنا الكريم كان في صباح يومه بين أحبابه وبين أصحابه، وعاد لأهله محمولا والآن تحت التراب. فيا رب الأرباب وبحق النبي سيد الصحاب أن تتغمده بواسع رحماتك، وأن تسكنه فسيح جناتك. اللهم إنك أمرتنا أن نسعى في الأرض لكسب الرزق الحلال، فأكرمه يا رب بقدر سعيه، وأكرم نزله ووسع مدخله. يا رب أنت تعلم ما لا نعلمه، وأنت بكل شيء عليم، وأنت تقدر الأشياء، وأنت على كل شيء قدير، ترى ما لا نراه بعيوننا، وأنت يا إلهي بكل شيء بصير. يا إلهي أمرك بين الكاف والنون، فاربط على قلب والدته بالصبر الجميل، وقلب أشقائه وأهله وأحبابه، إنك يا إلهي على ما تشاء قدير. بقدرك وقضائك يا رب راضين، ولك على نعمائك حامدين شاكرين، مصداقا لقولك وأنت القائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الجماعة الطيب الكريم، مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية، ليلة تكريم فقيد الشباب وشهيد لقمة العيش، نعيش مع القرآن الكريم أداء وأحكاما وتجويدا، روعة التلاوة ودقة الأداء، جمال في الصوت يصاعد إلى السماء، صاحب المراكز الأولى في المسابقات العالمية، القارئ العالمي، عضو المقرأة العامة لكبار قراء الإذاعة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه، فضيلة القارئ العلم الشيخ صابر أحمد صابر عيد، القارئ والمقيم بعميط أبو حماد. يا قارئنا العلم الراحل الكريم فقيد الشباب، وأنت تتلو آيات رب الأرباب، ونحن نصلي على النبي سيد الأحباب، فأمتعنا بالقرآن، فإن عقولنا تشتاق لكلام ربنا، ففي القرآن شفاء ودواء، فأمتعنا فإن صوتك في القلوب نقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يوفق الله
واعبدوا الله واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم كان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما
وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما وما وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إنه لا يظلم مثقال ذرة إنه لا يظلم مثقال ذرة حسنة يضاعفها وإن تك حسنة
ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. ربنا يفتح عليك ويرحمه رحمة واسعة.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء لامستم النساء فلم
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. هكذا كانت التلاوة القرآنية لعالم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، العلم الإذاعي الكبير صاحب الأداء المتميز وعضو المقرأة العامة لكبار قراء الإذاعة المصرية، وقريبا بإذن الله تعالى نسعد به قارئا بإذاعة القرآن الكريم، صاحب المركز الثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وصاحب الأداء المتميز الشيخ صابر أحمد صابر عيد، القارئ والمقيم بعميط أبو حماد، في ليلة تكريم فقيد الشباب، فقيد شباب منشأة العباسة أعلام الواجب. باسمهم جميعا وباسم عائلتهم قدم الشكر لكل من جاء ليقدم واجب العزاء، سائلا رب الأرض والسماء شفاعة سيد الأنبياء. الهندسة الإذاعية مخزنها الفراشة لؤلؤة الأنوار لصاحبها المرحوم الحاج محمد صقر رحمة الله عليه، إدارة المهندس العالمي إبراهيم صقر وأشقاه، والمقيم بالعراقي أبو حماد. خدمات الفندقية العالمية المتر الشحات سرور وأولاده الأعلام، والمقيم بالعراقي أبو حماد. هندسة تصوير الهواء والإبداع والتميز المهندس محمد يسري أبو الليل، والمقيم بمتر الدين أبو حماد. شاكرا لكل من جاء وقدم واجب العزاء، وشاكرا لكل أصحاب الواجب جميعا. هنا ينتهي الجزء الأول من هذه الليلة القرآنية، ولكن التلاوة الآن لفضيلة الشيخ